هقول لك على سر تهندل بيه اعتراض سعرك غالي قوي اتعلمته من اكتر من 1000 ساعه بيعيه في رحلتي في البيزنس. قبل اي حاجه خلينا متفقين ان مفيش حاجه سريه هتقولها هتخلي عميلك يشتري منك دلوقتي. كل كلام هتقوله يعتمد على حسب كل كيس في المكالمه وعلى حسب كل عميل وعلى حسب الحاجه اللي انت بتبيعها. خلينا بقى نبدا اقول لك انت هتهندل الاعتراض ده ازاي. اول ما العميل يقول لك سعر غالي جدا او سعرك عالي قوي، هترد وتقول له خلينا نحط الفلوس على جنب. هل انت واثق فعليا ان البروسيس اللي انا شرحتها لك او المنتج اللي احنا بنقدمه فعلا هيوصلك للنتائج اللي انت عايزها؟ الهدف الرئيسي فيه انك تعرف الاعتراض الحقيقي فين. لما تعرف فين الاعتراض الحقيقي هتهندله، لان ممكن يكون العميل بيقول لك السعر غالي والاعتراض الحقيقي ان هو فعلا خايف من اذا كان هو هيجيب نتيجه ولا لا. فالهدف دايما في الاوبجكشن هاندلنج انك تعرف تطلع الاعتراض الحقيقي من العميل. في الحاله دي العميل ممكن يجاوبك اجابتين. اذا كان الاعتراض عن الفلوس فعلا فيقول لك والله انت كل حاجه فعلا قلتها لي قويه جدا وانا فعلا موقن بالكلام اللي انت قلته، بس انا فعلا عندي مشكله في الفلوس. او يقول لك هو كل اللي انت قلته جامد وكل حاجه انت قلتها لي فعلا كويسه وانا مصدق في القيمه اللي انت بتقدمها فعليا، بس امسك هنا بقى هتلاقي العميل بيتكلم يقول لك ايه، والله الكلام اللي انت بتقوله كويس بس انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا اطبق اللي انت قلت لي عليه. والله انا خايف ان انت كلامك كويس بس انا ممكن ما اقدرش اجيب نتيجه، او انا مش واثق ان المنتج بتاعك هيجيب نتيجه، او انا مثلا ما شفتش نتائج عملاء عندك كفايه عشان انا ابقى متاكد ان اشتراكي معاك هيجيب لي نتيجه، وهكذا. وفي حالة إذا كان العميل قال لك إن أنا مشكلتي الوحيدة بس هي الفلوس، فتبدأ تتطرق معاه بإنك تهندل الأوبجكشن بطرق عادية جدا، مفيش حاجة فيها سحرية، بإنك تعرض عليه مثلا ديبوزيت أو تعرض عليه بيمنت بلان أو تتكلم معاه في التصوير المعينة لتقسيم المبلغ على شهور معينة يعني. فبكده تبقى هندلت الأوبجكشن بتاعك وفي نفس الوقت كسبت العميل. وفي الحالة التانية العميل هيكون معاه الفلوس بس هو الاوبجكشن الحقيقي بتاعه هو عدم الثقة، بنسميها حاجة اسمها uncertainty based objections. في هذه الحالة العميل تبدأ تسأله أسئلة عميقة شوية عشان تفهم السبب بتاع عدم الثقة ده جاي من ايه، أول ما تعرف السبب بتبدأ تهندله على طول. طبعا الأسئلة العميقة اللي ممكن تسألها للعميل بتبقى زي مثلا سؤال كتير بستخدمه في المكالمات، تقصد ايه، أو كلمني أكتر عن كذا كذا كذا، أو ليه حاسس بكده، أو تفتكر مثلا احنا بنعمل كده ليه. عشان مثلا لو دي بنستخدمها لو العميل عنده اعتراض عن حاجة معينة، حاسس ان احنا يعني حاسس ان ممكن ما تجيبلوش نتيجة ومخوفاه، فقولوا احنا ليه تفتكر ان هي بنعمل كده؟ بالنسبة كده بتبقى عشان نجيب لك نتيجة او عشان نعمل كذا كذا. هذه النوعية من الأسئلة بتخلي العميل هو اللي يقول لك قد ايه انت فاهم اللي انت بتعمله وقد ايه انت فعلا هتساعده تجيب نتائج. دي بعض الأسئلة احنا بنسألها وهتستخدمها كتير عشان تانكفر زي ما بتقول كده، تشيل التراب او الغبار عن الحوار عشان تعرف توصل للكور اسنس، تفهم بالظبط دماغ عميلك فيها ايه بالظبط. لما تعرف بالظبط دماغه فيها ايه وتعرف ايه الحاجه المشكله اللي بيعاني منها فعليا هتقدر تهندلها بكل سهوله. ودايما السر في هندله اي اعتراض ايا كان هو ايه، هو الوصول للاعتراض الحقيقي. لو عايز تعرف ازاي ممكن توصل للاعتراض الحقيقي اكتب لي في الكومنتات وانا ممكن اعمل لكم فيديو ان شاء الله فيما هو قريب بيعرفك ازاي تقدر تعمل حاجه زي كده. وبس دي كل حاجه. اشكرك، يومك زي الفل.